الموقف لا أنساه، يبدو هو تافه جدا، لكن وقتها كان واقعه صعب جدا في وقت الألم ده، يعني الجرح لسه ملتهب. فلقيت مرة لا أنت لازم تيجي معانا النادي ولازم تحضر والبنت تبقى مع الولاد وبتاع. طبعا. طب احنا ايه، واحد من الأصدقاء أنا هعدي عليكي زي ما الطبيعي ده بيحصل، أنا معدي من جنب بيتكم راجع من الشغل أعدي عليكي وأديكي الإيه لزوجتي. ما شافتش المسألة بشكل لقيت بعدها بشويه صغيرين قلت تمام خلاص، انا بنتي هتلبس وانا راجعه من الشغل، واخده الموضوع بسلاسه زي قبل كده. طبعا. بعدها تقريبا بنص ساعه او كده لقيت مراته بتكلمني، انت فين؟ قلت لها بصي انا راجعه من الشغل وبنتي بتلبس وكذا. فراحت قالت لي طب معلش يا حبيبتي خدي انت اوبر بقى او كده ولا حاجه احسن. فقلت لها ايوه فعلا احسن. وحسيت ان انا يعني حاجه صعبه جدا. ليه احسن دلوقتي؟ ليه تحديدا دلوقتي بقى احسن؟ وقتها حسيت ان ما ينفعش نفس المجتمع بتاعك وانت زوجه تاخديه معاكي وانت منفصله. لا، انت هتخلقي لك مجتمع جديد باشخاص متقبلينك كانسانه مش كانت مين.